بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ثالثة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة يا شباب بنكمل حل في ملحق جيم ثالثة ثانوي الجزء الثاني 2025. إن شاء الله النهاردة يا شباب شغالين في Unit 3 and 4 Language Exercise، أسئلة القواعد. طبعا محتاجك تراجع على أسئلة أو أزمنة المستقبل. كمان عندنا الاقتراحات، وكمان موجودة عندي الأفعال الناقصة اللي موجودة في يونت 4. بالتوفيق لكم يا شباب، ونبدأ الحصة بتاعتنا. السؤال الأول بيقول لنا I can't visit you tomorrow. أنا مش هقدر أزورك بكرة. خلي بالك أنا عندي هنا قال لك طالما I can't visit you tomorrow، فأنت اعرف كده إن في ترتيب مسبق أو حدث يمنع حدث. طيب في الحالة دي إيه؟ قال لك في الحالة دي حاجة من الاتنين، يا إما مضارع مستمر اللي هو am is or ing، يا إما مستقبل مستمر اللي هو will be والفعل مضاف له ing. قال لك as I not research on a global warming all day، لأن هكون بعمل بحث على global warming الاحتباس الحراري، فالإجابة هتكون هنا will be doing. قال لنا there not more electric vehicles in 10 years time. قال لك هيكون عندنا المزيد من المركبات الكهربائية في خلال 10 سنوات، فطبعا ده تنبؤ في المستقبل بدون دليل، فالإجابة هتكون عندي will be. رقم 3 she is setting the table، هي بتجهز السفرة. طبعا خلي بالك بقول لك هنا ايه she is setting the table، ده حدث شايفه، دي حاجة شايفها، فده يعتبر بالنسبة لي تنبؤ بدليل أو حدث على وشك الحدوث. وطالما تنبؤ بدليل أو حدث على وشك الحدوث، هيبقى الإجابة فيها going to. قال لك they not launch، فالإجابة هتكون هنا are going to have launch، على وشك إنهم يتناولوا الغداء. Number 4 she not an operation next Tuesday، قال إن هي هتعمل عملية جراحية يوم الثلاث اللي جاي. طبعا الإجابة هتكون عندي هنا is having، ده ترتيب مسبق، مش هعمل عملية كده من باب للطاق. Number 5 قال لنا me with my suitcases please. لو هنلاحظ إن الجملة دي جملة طلب، وأنهي زمن أو أنهي فعل بستخدمه للطلب اللي هو will، فهتبقى عندي هنا will you help me، ممكن تساعدني with my suitcase في حمل حقيبتي. Number 6 قال لنا I don't think، خلي بالك عشان خاطر don't أنا مش هينفع أختار نفي مرة تانية، فأنا هطير want وهطير doesn't. وطبعا قال لك هنا don't think، فطبعا think أصلا من ضمن الكلمات الدالة على will، ف I don't think he will pass the driving test. قال لك أنا لا أعتقد أنه سوف يجتاز اختبار القيادة. he can hardly drive، هو بالكاد يستطيع القيادة. خلي بالك hardly اللي هنا بتساوي كلمة not. Number 7 قال لنا he for you at 7 in the evening next Friday. قال لك هو هيكون مستنيك يوم الجمعة الساعة 7، فطبعا ده ترتيب مسبق أو حدث سوف يكون مستمرا في لحظة محددة في المستقبل، فالإجابة عندي هنا هتكون will be waiting. Number 8 it is expected that، من المتوقع أن that أحمد 5 reports by the time when he leaves the office. أحمد هيكون كتب 5 تقارير قبل أن يغادر المكتب، فالإجابة هتكون هنا will have written. Number 9 قال لنا when will you visit أحمد، قال لك إمتى هتزور أحمد، فالمفروض إن الإجابة هتكون عندي هنا after he arrives، بعدما يصل، أو لو ما كانش عندك arrives ممكن تختار has arrived. بعد كده number 10 قال لنا he is flying to the KSA، قال لك هو مسافر للمملكة العربية السعودية next Friday. ده ترتيب مسبق الجزء الأولاني. هنا بقى ده ميعاد ثابت، قال لك his flight الطيارة بتاعته ده ميعاد ثابت، فقال لك في المواعيد الثابتة بنستخدم present simple مضارع بسيط، فالإجابة هتكون عندي هنا leaves تغادر. الرحلة الجوية بتاعته ستغادر أو بتغادر في الساعة 3:30، الساعة 3:30 in the afternoon، في ظهيرة اليوم. Number 11 قال لك I am not sure، مش متأكد what will be doing at this time next Friday. خلي بالك لما يجي يقول لك I am not sure مع will be، تلقائي كده تشيل will وتحط مكانها
may. تمام، ونمشي بنفس الشكل may be والفعل مضاف ل ing، فالإجابة هتكون هنا may be washing. Number 12 when you meet أحمد، عندما تقابل أحمد. خلي بالك ده رابط زمني مضارع بسيط، الناحية التانية هيكون will، بس طبعا أنا عندي هنا will محتاجة فعل، فالإجابة هتكون هنا thank، جملة أمرية. خلي بالك ده يعتبر حالة اف أولى أو حالة اف صفرية. لما تقابل أحمد thank him، قال لك اشكره على الساعة بتاعته أو الساعة القيمة الهدية اللي جابها، فالإجابة هتكون هنا أمر. نمبر 13 قال لك by 8 o'clock tomorrow، قال لك قبل الساعة 8 بكرة. طبعا دي كلمة دالة على المستقبل التام اللي هو بيتكون من will have past participle في حالة الأكتف أو في حالة المبني للمعلوم. أبقى قال لك I not all these invitation cards I will have sent، هكون بعت البطاقات البريدية. نمبر 14 قال لك I want to leave أو I want to have done all of my homework، أنا مش هكون خلصت كل الأعمال المنزلية you get home، قبل أن تصل إلى المنزل. نمبر 15 in the years ahead، قال لك في السنوات المقبلة. طبعا تبقى قال لك هنا في السنوات المقبلة، فده تنبؤ بدون دليل. قال لك it seems likely، قال لك يبدو من المحتمل، برضو تنبؤ بدون دليل، فالإجابة هنا قال لك that people will acquire، هتكون اكتسبت أو سوف تكتسب greater control over nature، تحكم أعظم وتحكم أكبر في الطبيعة. فطبعا ده تنبؤ بدون دليل، فعشان كده اخترت will acquire. Number 16 one day، في يوم من الأيام people to the moon on holiday، قال لك في يوم من الأيام، طبعا ده تنبؤ one day بدون دليل، فالمفروض إني أختار will plus infinitive، فالإجابة هتكون عندي هنا حرف A will be able to go to the moon on holiday. في يوم من الأيام الناس سوف يكون لديهم المقدرة للذهاب إلى القمر في عطلة. Number 17 قال لك سماح another baby after 3 months from now، قال لك سماح هتولد أو سماح هيكون عندها طفل بعد 3 شهور من دلوقتي. طالما 3 شهور من دلوقتي يبقى هي حامل، طالما حامل يبقى حدث على وشك الحدوث، فالإجابة هتكون هنا is going to have، على وشك أن تحصل على مولود آخر. ده هنا تنبؤ قائم على دليل. Number 18 قال لنا he has got a new job، هو حصل على وظيفة جديدة and things better soon. طبعا نخلي بالنا، طبعا لما تحصل على وظيفة جديدة فطبيعي أو من المتوقع تمام إن الأمور بتاعتك بتتحسن قريب. طب بتتحسن بناء عليه؟ قال لك بناء على الدليل الأولاني إنك حصلت على وظيفة، فالإجابة هتكون هنا are going to get، ده توقع بدليل. Number 19 قال لك the builders say they the roof by Tuesday، البناؤون بيقولوا إن هم هيكونوا خلصوا السقف، قال لك by Tuesday قبل الثلاث. طالما قبل الثلاث فالإجابة هتكون عندي هنا will have finished. طب أنا ما اخترتش will have been finished دي ليه؟ ديت بستخدمها في حالة المبني للمجهول، فطبعا البناؤون هم اللي هيكونوا خلصوا السقف. أما لو قال لي هنا لو شال لي زي وحط لي مكانها كلمة the roof، يبقى في الحالة دي أختار will have been finished. Number 20 قال لنا I will help you with your homework، أنا هساعدك في واجبك. Space I finished the dishes، بعد ما خلصت طباق. فطبعا as soon as بمجرد أن تنفع، when عندما تنفع، after بعدما تنفع، فالإجابة عندي هتبقى all of these جميع ما سبق. بعد كده بننتقل للجملة 21 قال لنا to the book fair and buy some books. خلي بالك هنا عشان ده اقتراح، بس اقتراح أو تقديم اقتراح using question mark، باستخدام علامة استفهام. طب واحدة واحدة كده، قال لك let's go آخرها نقطة دي out، you could go بنحط آخرها نقطة out برضه، why don't we go تنفع، how about going تنفع. بس أنا عندي هنا مشكلة، قال لك هنا and buy. طالما قال لك هنا and والفعل في المصدر، يبقى المفروض اللي موجود عندي هنا فعل في المصدر، فالإجابة هتكون عندي هنا why don't we go، لما لا نذهب. طب ليه ما اخترناش how about going؟ لأنه لو قال لك هنا how about going المفروض إن هو يكتب لك هنا and buying. ماشي يا فاضل؟ بعد كده number 22 قال لنا هنا not working and have some rest if you feel tired. ده هنا برضو تقديم اقتراح، بس في الآخر فول ستوب، واحدة واحدة.
how about going shopping أو how about stopping آخرها question mark. لا. what about stopping ما حرف A هي حرف C، فالاتنين دول طيروا بعض. why don't you stop المفروض نحط آخرها question mark. you could stop المفروض نحط آخرها full stop. طبعا دي الإجابة بتاعتي you could stop يمكنك التوقف عن العمل and have some rest if you feel tired وتأخذ بعض الراحة لو شعرت بالإرهاق. Number 23 قال لنا نقط أحمد and ask him what he thinks about the problem. طبعا ده برضو اقتراح باستخدام جملة خبرية. let's call آخرها جملة خبرية. we called للأسف الجملة دي ماضي آخرها نقطة بس طبعا مش اقتراح. what about calling آخرها question mark دي out. shall we call آخرها question mark وبرضو الإجابة out. الإجابة هتكون هنا let's call أحمد يلا نتصل بأحمد and ask him وكمان نطلب منه what he thinks about the problem في ماذا يعتقد عن المشكلة. Number 24 قال لي هنا not the meeting with coffee and cakes. طبعا أنا عندي هنا question mark ده سؤال لأن not the meeting with coffee and cakes. طب تعالى كده let's start هيا بينا نبدأ full stop out. you could start آخرها full stop out. how about starting فعلا آخرها question mark ودي الإجابة بتاعتي. وماذا عن بدء الاجتماع ببعض القهوة وبعض الكعكات. I suggest starting المفروض ان احنا نحط اخرها full stop والاجابة دي برضو out. Number 25 قال لنا نقط that fell قال لك هنا في الاخر نقطة او حط هنا نقطة الباقي ده out ما يخصنيش. What about watching الاجابة دي ما تنفعش ان اخرها question mark. You should watch يمكنك المشاهدة تنفع لان ديت اخرها نقطة وطبعا دي الاجابة بتاعتي you should watch. Why don't you watch اخرها question mark. Shall we watch اخرها برضو question mark. Number 26 not English or finish physics tonight. برضو الجملة هنا ديت اقتراح بجملة خبرية فطبعا عندي هنا we could study وطبعا دي الإجابة الصح لأني ممكن نحط آخرها full stop. how about studying زي ما تعودنا question mark. why don't we لما لا سؤال. could we study برضو آخرها سؤال. 27 قال لنا النقط about. طبعا احنا خدنا كلمة about حاجة من الاثنين يا إما what about أو how about الاثنين واحد أو التعبير اللي بيجي معاه كلمة thought. التعبير اللي بيجي معاه كلمة thought يعني what about أو how about صح و thought اللي بيجي بعدها about صح. طيب why احنا خدنا why don't we الإجابة دي out. have you considered احنا قلنا have you considered أصلا بيجي بعد منه ing مباشرة بدون حرف جر. الإجابة have you thought لأن have you thought بيجي بعد منها about وبعد كده فعل مضاف له ing. 28 الجملة رقم 28 نقط to save more money. He always uses his money very recklessly. قال لك هو دايما بيستخدم فلوسه أو أمواله بشكل مهمل. فطبعا الفعل بتاعي هنا هي يبقى الفعل برضو اللي موجود عندي هنا هي وموجود عندي هنا question mark فالإجابة هتكون عندي هنا why doesn't he try to save money. لما لا هو يجرب توفير أو ادخار بعض الأموال. أنا اخترت هنا why doesn't he لأن الجملة الثانية الفعل بتاعها هي. Number 29 قال لنا your mom a necklace for her birthday. طبعا عندي هنا اقتراح باستخدام ال question mark. you could get جملة خبرية. let's get جملة خبرية. have you thought ناقصها about. have you thought ناقصها about وطبعا آخرها question mark. how about getting وطبعا دي الإجابة الصحيحة الإجابة how about getting. الجملة رقم 30 قال لنا نقط looking for another job. looking ده فعل مضاف له ing وعندي هنا question mark. طيب واحدة واحدة كده why don't you طبعا الإجابة بيجي بعد منها مصدر infinitive وفي الآخر question mark فالإجابة دي out. have you considered سؤال وبيجي بعد منه ing ودي الإجابة بتاعتي. let's consider الإجابة ديت غلط لأن آخرها نقطة. you should consider برضو الإجابة ديت جملة خبرية نحط آخرها نقطة. 31 قال لنا since you don't want to get the red hat. since هنا معناها مش منذ. since هنا معناها لأنك لا تريد أن تحصل على الطاقية الحمراء not the blue one it looks good. وماذا عن الطاقية الزرقاء أو القبعة الزرقاء فالإجابة هتكون هنا how about لأن how about الوحيدة اللي بيجي بعدها اسم أو فعل مضاف له ing وبيجي معاها كمان question mark
فطبعا الإجابة هيكون عندي هنا how about. طب ليه ما اختارش let's get لأن المفروض بيجي بعدها full stop. you could get نفس الفكرة بيجي بعدها full stop. why don't لازم يجي بعدها الفاعل اللي هو you على سبيل المثال وفي الآخر question mark. الجملة 32 قال لنا space a new car yours always break down. تمام. فطبعا ده اقتراح برضو باستخدام سؤال. you could buy اخرها full stop. I suggest buying اخرها full stop. why don't you buy دي الإجابة الصحيحة لأن هيكون آخرها question mark. why did you buy الإجابة دي غلط لأن ده مش اقتراح، دي سؤال في الماضي. الجملة رقم 33 قال لك I recommend on improving her speaking. أنا أوصي بالتركيز على مهارة التحدث. واحدة واحدة كده. recommend يا شباب بيجي بعدها يا إما noun أو verb ing، يا إما that وبعد كده السبجكت الفاعل وبعد كده infinitive الفعل فين؟ في المصدر. فالإجابة هتكون عندي that she focus. قال لك هنا أن أوصي بأنها تركز على تحسين مهارة speaking التحدث. 34 قال لنا if he is unhappy لو هو غير سعيد with his job بوظيفته then نقط or tell his boss directly. فطبعا عندي هنا full stop. تمام. فده اقتراح. ماشي يا شباب. فالإجابة عندي هنا في الجملة رقم 34 قال لنا he could quit يمكنه الاستقالة أو أن يخبر رئيسه بشكل مباشر. طيب I suggest quitting أنا أقترح بالخروج. طبعا الإجابة out. how about آخرها question mark. let's quit هيا بنا نستقيل وطبعا الإجابة ده اقتراح جماعي وطبعا الإجابة ديت غلط. 35 الجملة رقم 35 قال لنا some types of exercise to relieve stress. طبعا ده اقتراح باستخدام نقطة full stop. قال لنا الجملة دي تنفع. how about لأ. why doesn't she try برضو لأ لأن آخرها question mark. you shouldn't have tried ده توجيه لوم وندم وطبعا الجملة مش فيها لوم وندم. الإجابة هنا فيها توصية. she recommends trying some types of exercise هي توصي بتجريب بعض أنواع الرياضات أو بعض التدريبات to relieve stress لكي تريح أو تقلل التوتر. الجملة رقم 36 قال لنا نقط going out tonight ده سؤال باستخدام فعل مضاف له ing. why don't you سؤال بس بيجي بعد منه مصدر فالإجابة out. let's بيجي بعد منه مصدر وآخرها نقطة الإجابة out. do you fancy من ضمن الأفعال اللي بيجي بعد منه فعل مضاف له ing وطبعا ده الإجابة المطلوبة. do you fancy هل تريد أو هل تتخيل أو هل ترغب going out tonight في الخروج أو الذهاب للخارج الليلة. you could الإجابة دي out مش هتنفع. 37 قال لنا نقط more about it before he makes a decision. واحدة واحدة كده. قال لنا هنا more about it before he makes a decision. how about thinking طبعا آخرها question mark لأنه هنا مديني full stop. I suggest he thinking خلي بالك الجملة دي غلط أصلا. لو قال لك I suggest thinking من غير he الإجابة صح إنما he لازم يجي بعد منه infinitive. قال لك why doesn't he think وطبعا آخرها question mark إنما عندي هنا full stop. إنما الإجابة الصحيحة I suggest that he think أنا أقترح بأنه يفكر أكثر about it before he makes a decision قبل أن يتخذ قراره. الجملة رقم 38 قال لنا to keep fit and stay healthy لكي يبقى بلياقة بدنية and stay healthy وأن يبقى بشكل صحي you not enough time أو you enough of the right kinds of exercise. قال لك الإجابة هنا have to take ده هنا إلزام. you have to take enough of the right kinds of exercise يجب عليك ممارسة أنواع صحيحة من الرياضيات بشكل كافي. رقم 39 قال لنا the wound has healed now الجرح التأم الآن you not that bandage any longer. طبعا دي نصيحة أو إلزام أو نقص إلزام معذرة. فالإجابة هتكون هنا don't have to wear that bandage any longer الجرح التم دلوقتي فأنت مش شرط إنك تلبس الضمادة دي دلوقتي. لو لبسها مفيش مشكلة ما لبسهاش برضو مفيش مشكلة. الجملة رقم 40 آخر جملة عندي في تدريب النهاردة قال لنا the car broke down قال لك العربية تعطلت.
خلي بالك الكلام ده في الماضي، فأنا عندي هنا have to out should out و ought to out، لأن should to أصلا بتساوي كلمة ought to، فالإجابة هنا had to and we had to have it towed to a service station، واضطرينا إلى أو اضطررنا إلى أن نرجعها لخدمة الصيانة. وبكده يا شباب يكون خلصنا تدريبات الجرامر بالنسبة لليسن 3 و4 من ملحق جيم تالتة ثانوي. نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.